هاد السيد حرق من المغرب حتى الميريكان فلوكه، شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل. نخليكم مع القصه. القصه كتبدا مع واحد السيد سميتو فوزي محمد، ساكن في الدار البيضاء في البرنوصي وخدام طاشرون. من بعد واحد الحياه عامره بالاحداث اللي غتعرفوهم من بعد، فوزي قرر انه يمشي لامريكا، وانه يمشي لامريكا بفلوكه، يعني يقطع على اطلسي ويوصل للقاره الامريكيه. وباش يدير هذا الشيء شنو جا في بالو؟ فوزي جمع شويه ديال الفلوس وقرر صافي انه هيمشي. واول حاجه جاتو في بالو هي انه يديرها بالطريقه القانونيه. قال اجي نمشي لشي بور ونطلب منهم رخصه باش نمشي بفلوكه ونقطع المحيط. داكشي اللي دار، مشى للصويره، مشى للبور ودخل عندهم الاداره ديال البور وقال لهم بغيت نمشي لامريكا وبغيت نمشي ليها في فلوكه، بغيت شي اوتوريزاسيون، بغيت تخليو لي الحق نمشي، اللي بطبيعه الحال رفضوه ليه. بالصدفه ملي كان فوزي في الاداره ديال البور ومنين تلقى الرفض، كان تما واحد بحار تسمع لهاد الكونفرساسيون كامله اللي دارت بيناتهم، ودخل هاد البحار سميتو العربي بابا مار. باش شافهم رفضوا الفوزي دخل وقال لهم ان هذه الرحله ممكن تكون وممكن تنجح، وانهم خصهم يخليوه يجرب حظه ويمشي. تما بطبيعه الحال رفضوا واحد الرفض قاطع، قالوا ليه لا ما يمكنش. منين رفضوا بحال زرعت له واحد اللعيبه في عقله، وفي بلاصه ما غير يدافع عليه جاتو الفكره يمشي معاه في هذه الرحله. ومن بعد ما تشاور مع مراته ووالديه قرر يمشي في الرحله مع فوزي. العربي كان كبير شويه على فوزي، كان عنده 40 عام في ذاك الوقت، وكان خدام بحار، تيخرج للبحار تيصيد وترجع، يعني عنده تجربه في البحر كبيره، حياته كامله هو تيدير هذه الخدمه هذه. في حين فوزي ما كانش عنده علاقه كاع بالبحر، واخا كان صحيح على العربي وكل شيء، ولكن العربي هو اللي كان هيعاونو بزاف هذه الرحله. المهم فوزي كان مكلف بكل شيء، يعني كاع داك الشيء المصاريف اللي غتكون قبل الرحله كان مكلف بها، من صناعه الفلوكه، الماكله، البيل، الراديو، البوطات اللي شراو كاع داك الشيء اللي يخصهم في هذه الرحله هذه، وصايبوا فلوكه خاصه بهذه الرحله. هذه الفلوكه هذه كانت كبر شويه من الفلوكات العاديين اللي كانوا تيخرجوا يصيدوا بهم، وكانوا فيها شراعين. بطبيعه الحال العربي هو اللي ورى الفوزي فين يصايبهم، مشى عند واحد السيد يصايبهم اليوم، وفوزي تكلف بكاع داك الشيء اللي يخصهم في هذه الرحله. شراو الماكله، شراو اتاي، شراو معدات ديال الصيد، جوج بوطات، كومبينغاز، خيوط، صنانر، بيل، كل شيء اللي يقدر يخصهم في هذه الرحله شراوه. وكانوا قدروا المده ديال الرحله من الصويره للميريكان 30 يوم، كانوا باغيين يديروا هذه المسافه في 30 يوم. المهم فوزي والعربي قرروا يخرجوا، وبما انهم ما خداوش لوتوريزاسيون كان خصهم يخرجوا بالتخبيه. داكشي علاش اختاروا واحد النهار ديال العطله اللي كان هو 20 غشت 1989. ذاك النهار كلشي تيكون مشغول، والاداره ديال الميناء ما تكونش خدامه، يعني ما كانش لا يجي وهيبرزطهم ذاك النهار. العربي وفوزي علموا غير الناس اللي قراب لهم بزاف من الاصدقاء والعائله، كلشي تجمع حدا البور وجاو يقولوا لهم بسلامه. تما عطاوهم ماكله، كل واحد شنو جاب لهم، وبداو تيدعيو معاهم قبل ما يخرجوا. تما العربي فوزي ركبوا في الفلوكه وبداو غاديين في اتجاه ديال البحر، حتى ما بقاتش تتبان لهم اليابسه. في هذه اللحظه هذه غير البحر اللي داير بهم بدات المغامره. تخيلوا معايا، ما تنهضروش دابا على طنجه اسبانيا ولا المغرب اسبانيا، تنهضروا على المغرب امريكا اللي خدات العالم واحد المده طويله باش يكتشفوها. هما غاديين يديروها في واحد الفلوكه صغيره بزاف بلا ما يكون عندهم لا جي بي اس لا حتى شي حاجه. العربي وفوزي كانوا اتفقوا، العربي يفيق بالليل باش يقابل الفلوكه وفوزي يقابلها بالنهار. ولكن بعد شويه العربي اكتشف بان فوزي ما تعرف والو، ماشي بحار، وكان خصو يعلمو كل شيء من جديد. داكشي اللي دار الايام الاولى كانت كلها تعلم فيها العربي فوزي كيفاش ينافيغي، كيفاش يتعامل مع الشراع، وكيفاش يجدف. المهم عارف كاع داكشي ديال البحر حتى تعلم. وعلى ما قال العربي من بعد ان فوزي كان تعلم بواحد السرعه كبيره بزاف، وهكاك ولاو شادين هذا الروتين ديال العربي بالليل تيسوق وفوزي بالنهار. من بعد 3 ايام دازوا على بدايه ديال الرحله، والرحله كانت غادا مزيان، ولكن العربي بدات تجيه الخلعه، لانهم 3 ايام هما غاديين وسط البحر بدات تدخلوا الخلعه، ما تعرف ما تصدقش الرحله، ما تعرف بداو يجيو الشكوك، وتما بغى يرجع. ولكن ملي تيشوف فوزي اللي هو ما بحار ما والو، مازال موتيفي وباغي يمشي وما خايفش، ما رضاش يقول ليه رجعوا في حالنا، وبقى ساكت وبقى غادي في هذه الرحله هذه. العربي كان قدر بان الرحله هتمشي 30 يوم، قال هنصبر هاد 30 يوم وهدوز. ولكن الحقيقه حاجه اخرى. من بعد هذا الشيء بقاو شادين الروتين اللي هضرنا عليه، واحد الصباح واحد في الليل، ومره كانوا تيوقفوا فوق الفلوكه وتيحاولوا يمشيو ويجيو باش الجسم ديالهم يبقى متعود على المشي ما يمرضش. وكانوا مقسمين الماكله و90 لتر د الماء اللي داو معاهم على داك الشهر باش يكونوا مرتاحين، ما يخصهم حتى شي حاجه، ما ياكلوش اكثر من القياس وما يشربوش اكثر من القياس، وفي نفس الوقت يكون داك الشيء كافيهم باش ما يمرضوش. بقاو هكا مده شهر كامل وسط البحر، كلشي داز عادي. ولكن من بعد داك الشهر شافوا راسهم بان ما كاين حتى شي سيني ديال اليابسه، ما كاين حتى شي اثار تبين بانهم
قربوا يوصلوا وتما بداو تيتخلعوا، لان الماكله تتسالي والماء تيسالي والقضيه صعيبه بزاف وسط البحر. ما كاينش كيفاش يديروا يعرفوا واش هما غاديين في الاتجاه الصحيح ولا غير تالفين وسط البحر. من الحوايج اللي كانوا في شكل هو انهم كانوا تيكميو، كانوا خصهم ما يكميو، يعني داو داكشي اللي هيكميوه في شهر، ولكن المشكله سالا ليهم الكارو وما عرفوا ما يديروا. بقاو تيفكروا كيفاش غنديروا باش نكميو، وهما يبداو يكميو حبوب ديال الاتاي اللي عندهم. وعلى ما قال العربي هذوك الحبوب ديال الاتاي عجبوه بزاف وعجبوه يكميهم. يمكن يكون سالاو لهم دوك الحبوب كره كماو ديك الفلوكه ويقول لك حتى هي مزيانه. المهم كل نهار كانوا تيتسناو، كل مره تيشوفوا في الافق وتيتسناو هذاك المنظر ديال اليابسه باش يرتاحوا، لانهم عياو بالبحر هذا الشهر ومازالين وسط البحر وتيشوفوا غير اللون الزرق داير بهم، والماكله ديالهم سالات والماء حتى هو. كان العربي ديما غادي في اتجاه ديال الغروب، الهدف كان امريكا. مش هذاك الحماس اللي كان في الاول، والعربي ولا كيفكر في المصير ديالو. العربي واحد المره قال للفوزي اذا مت ما تخليش الجثه ديالي فوق الفلوكه، ولكن انا بحار لوح الجثه ديالي للبحر راه يعرف شنو غيدير بها. باش كانت بدات الرحله كان العربي تيحفر الايام في الجنب ديال الفلوكه باش يعقل، ولكن منين فاتوا الشهر، منين فاتوا 30 يوم فوق ديك الفلوكه عيا وما بقاش يدير هذه العاده هذه. يعني في هذه اللحظه ما بقاوش عارفين راسهم، الى نهار هما تيبانوا لهم غير الايام تيدوزوا وتلف لهم الحساب، ولاو الايام كلهم تيتشابهوا، كلشي سالا لهم. دوك الجبوطات اللي كانوا جايبين حتى هما سالاو، بقى عندهم غير السنارات وباش يصيدوا، وبقى عندهم واحد شويه ديال الكاشير هما اللي داروه طعم وبداو يصيدوا به الحوت. ملي بداو يصيدوا الحوت ولاو تيستعملوا الحوت في الطعم، وبما انهم ما بقاش عندهم كيفاش يطيبوا داك الحوت ولاو تيقطعوه وتيحطوه تينشفوه على الفلوكه باش يبقى لهم مده طويله وفي نفس الوقت يقدروا يزعموا عليه وياكلوه. الايام ولاو تيتعاودوا والملل خلاهم يبقاو يعاودوا لبعضياتهم على الحياه ديالهم اللي كانت مقبل هذه الرحله. هنا فوزي الكازاوي بدا كيعاود وقال العربي انه عسكري وانه كان حاضر في وقت الانقلاب وتحكم بالحبس ودوزو. من موراها تما فين ولا تيخدم في البني ولا طاشرون، ومن بعد ما خدم في البني جمع شويه ديال الفلوس وقرر يدير هذه الرحله باش يخوي المغرب. العربي كان بحر واعر، شحال من مره كان البحر كيهيج ولكن كيعرف ينافيغي في البحر باش المواج ما يقلبوهمش، لان المواج وسط البحر المحيط الاطلسي تكونوا كبار بزاف، وباش يكونوا العواصف صعيب بزاف تنافيغي وسط البحر، بالخصوص اذا كنتي غير في فلوكه. ولكن واحد النهار وقعت واحد الحاجه اللي العربي وصاحبه ما كانوش كيتخيلوها. كيف ديما العربي كان تيستعد ينعس باش في الليل ياخذ النوبه ديالو ويتكلف بالفلوكه، وهو تيوجد بان ليه في الافق واحد السحابه كحله والضباب والقضيه شويه ماشي هي هذيك. تما قال لفوزي هانتا انا هنتكر شي شويه، اذا كانت شي حاجه فيقني علمني. العربي نعس واحد الساعه شويه بدا تيفيقو فوزي، فيق حل عينيه وهو يشوف الرعب في العينين ديال صاحبه في عينين ديال فوزي. لقى راسهم وسط العاصفه الشتا والريح، داك الريح مجهد لدرجه ان العربي تيقول ما عمره شافوه في حياته، وانه تيحس به بحال غيطير الفلوكه في السماء. تما هبط هذوك الاشرعه وبدا تيجدف، بدا تيحاول ايفيتي المواج يمشي معاهم، مهم تيحاول انهم ما يغرقوش. وفي نفس الوقت فوزي كان شاد واحد السطل وتيخوي الماء اللي تيعمروه المواج في الفلوكه. بقاو هكا ساعات وما تيدابزوا مع الموت وسط هذاك البحر. وواحد اللحظه العربي دار شاف فوزي قال ليه اذا تفكينا من هذه واذا سلكنا منها راه ما هيطرى لنا والو، راه غنوصلوا. وبقاو هكا 5 ديال السوايع حتى وصل المغرب ديال ذاك النهار. تما فين تكالمات القضيه ما عرفوش راسهم واش العاصفه حبسات ولا هما خرجوا منها، ولكن القضيه تكالمات في ديك اللحظه. فوزي ورا يديه العربي لقاهم كلهم منبلين بداك الماء وداك السطل اللي كان تيهز به يخوي به الماء من الفلوكه، وتما عاد قدروا يرتاحوا. دازوا ايام من بعد ذاك النهار وهما تايهين في البحر. مره تتصب الشتا تعمروا بها الماء باش يشربوا ويغسلوا بها، وشي مرات تيكونوا غاديين بالليل حتى تيبان لهم الضوء ديال شي باطوات كبار غاديين، تيبقاو يعيطوا لهم تيعياو ما يجدفوا ما تيوصلوش ليهم. واحد النهار كانوا غاديين وسط البحر وبانت لهم واحد الكتله كبيره تحت الماء، حساب لهم غواصه. بداو تيجدفوا ليها ومنين قربوا لقاوها بالين كانت حتى هي غاديه تتبعهم وسط البحر. لحد الساعه ما بقاوش عارفين الايام، وفوزي جاه الاحباط لانه ما بقاش يقدر يتحرك بزاف، بحال تشلل من رجليه ولا تيتمشى بصعوبه يقدر يتحرك. والايام كلها تتعاود غير الزرق داير بهم. حتى لواحد النهار فاق العربي ويبان ليه فوزي على غير عادته انه تمشى قد يجر راسو حتى الراس ديال الفلوكه وفرحان وكيعيط ليه وكيقول ليه اجي تشوف شنو كاين في الافق. مشى العربي بدا تيبان ليه بحال شي كتله كحله عاوتاني بحال هذيك ديال العاصفه، وقال ياك ما العاصفه ياك ما وصلنا للارض ما متاكدش. زعم وقاد الشراع ديالو باش يمشي في اتجاه ديال ديك الكتله الكحله اللي كتبان لهم، وهو تيتمنى بانهم يكونوا وصلوا للارض. بقاو تيقربوا حتى بدا تيبان لهم مزيان شنو كاين. بدا كيبان لهم الشجر وصلوا لليابسه.
ديك الساعات ما عارفينش، ولكن كانوا وصلوا للشمال ديال البرازيل لواحد البلاصه سميتها غويان. هاد لا غويان من الحظ كانوا تيهضروا باللغه الفرنسيه، يعني كان التواصل شيئا ما سهل مع هذوك الناس. مع وصلوا تما وقالوا هذوك الناس ما بغاش تدخل لهم راسهم بان جوج ديال الناس قطعوا من المغرب حتى الشمال ديال البرازيل. منين تاكدوا بصح هزوهم داوهم للسبيطار وخلاوهم تما حتى ولاو شي شويه. تما فين شرحوا لهم وقالوا لهم ان نهار هما وعرفوا بانهم ضربوا اكثر من 100 يوم وسط البحر. يعني 3 المرات داكشي اللي كانوا عوالين عليه. العربي وفوزي داروا داكشي اللي قليل في العالم قدروا يديروه من قبل منه. من بعد تواصلوا مع عائلاتهم، بشروهم بالخبر بانهم مازال حيين. الناس في الصويره ساقوا الخبر، عرفوا شنو كاين وجلسوا تما واحد المده، جلسوا اكثر من عام كيخدموا. فوزي رجع خدم في البني والعربي خدم في الدومين ديالو، يعني في البحر في الصيد. ومن بعد عام ونص توحشوا العائلات ديالهم بزاف وقرروا يرجعوا للمغرب. هاد القصه هذه ما كنتش عارفها انا من قبل وتنتعجب علاش ما معروفاش في المغرب اكثر. كاين كتاب عليها تقدروا تلقاو سميتو الامتداد الازرق. الصراحه هادو من اغرب واحسن القصص اللي واقعين في المغرب، شي حاجه كبيره بزاف. في الاخير هادشي كامل كان طرا في 89. في هذا الوقت ديالنا دابا فوزي مات الله يرحمه، والعربي بابا مار مازال حي حتى لدابا، وكاين شي صحف الكترونيه وداكشي داروا عليه روبورتاجات ممكن تمشيو وتسمعوه. هادو من القصص اللي كان دارهم ميريكاني كان ممكن يكونوا فيلم، لانها الصراحه قصه واعره بزاف. وهنا عطيتكم غير المختصر ديالها، اللي يبغى يزيد يقلب ويلقاها. وبارطاجيو هذا الفيديو وصلوها للناس باش يعرفوا الناس اكثر على هذه القصه هذه. وهذا ما كان، نتمنى الفيديو تكون عجباتكم، ما تنساوش لايك كومونتير ونتلاقاو في الفيديو الجاي.